من وانا صغير وانا بحب المسدسات اللعبه كده والاسلحه زي اغلب الاطفال غالبا. فانا النهارده جاي اتكلم معاك عن شويه مسدسات كده، لكن ما هياش مسدسات اسلحه، كلها اختراعات مفيده وغريبه لكن في شكل المسدس كده. فاهلا بيك في فيديو جديد من السلسله المحببه الى قلبي، كولكشن اختراعات، اللي هنتكلم فيها مع بعض كده عن 4 اختراعات كلهم شبه المسدسات لكن افكارهم غريبه جدا. فلو مهتم تعرف عن اختراعات غريبه كده كمل معايا الفيديو ده للاخر، ومتنساش تقول لي رايك. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد. النهارده فيديو جديد من سلسله كولكشن اختراعات هتكلم معاك فيها زي ما قلت لك عن مسدسات غريبه ما هياش مسدسات كده بس شكلها عامل زي المسدسات. لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل الاختراعات دي تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. اول مسدس معانا النهارده هو مسدس شمع. لكن انت هتقول لي ايه الاختراع في مسدس شمع؟ يعني ما احنا طول عمرنا بنستخدم مسدسات شمع عاديه. هقول لك انت عندك حق، لكن ده مسدس شمع مختلف شويه، واهم ما يميزه هو حل لمشكله بايخه جدا كانت بتقابلني لما بستخدم مسدسات الشمع العاديه، واتوقع انت كمان ممكن تقابلها، الا وهي ان انت لازم لما تستخدم مسدس الشمع تكون لازق في فيشه كده، ولازم تبقى جنب الحيطه، وكل شويه ممكن تلاقي المسدس راح ناتش الفيشه من الحيطه وتضطر توصله تاني في الكهرباء عشان يشتغل. المميز في هذا المسدس ان هو كوردلس او بيشتغل بدون سلك. مسدس الشمع اللي انت شايفه ده من شركه اسمها وورك برو زي ما انت شايف، والحقيقه ان حجمه اصغر شويه من مسدسات الشمع التقليديه، لكن الحقيقه برضو الخامات بتاعته متينه جدا وتحس ان انت ماسك حاجه عليها القيمه كده. يعني هو بلاستيك لكن محمل شويه، واعتقد جزء من الحموله اللي فيه دي بسبب البطاريه اللي جوه، بما اني قلت لك انه بيشتغل ببطاريه شحن يعني مش لازم توصله في كهرباء. فعندك هنا من فوق الزرار الازرق ده، لو فضلت دايس عليه شويه كده هو اللي هتشغل منه المسدس، وساعتها هتلاقي فيه اللمبات اللي تحت دي نورت، اللمبه الحمراء واللمبه الخضراء. اللمبه الحمراء دي بتقول لك ان هو دلوقتي في حاله الاستعداد، بيبتدي يتسخن عشان يبقى جاهز للاستخدام، وبياخد دقيقتين بالظبط عشان يكون جاهز. وعلى ما يسخن ويجهز كده تعالى اكمل لك اللفه فيه. هنا كمان هتلاقي عندك الجزء البلاستيك اللي بيتقلب ده عشان لما تيجي تثبته كده على الترابيزه يبقى ثابت يعني ما يقعدش يقع منك. ولو بصيت على الدراع بتاعه ده هنا من تحت هتلاقي فتحه اليو اس بي اللي انت بتستخدمها عشان تشحن المسدس ده. وطبعا الشاحن جاي مع المسدس بجانب حاجات تانية بتيجي معاك في العلبه هوريها لك، لكن هو شاحن فيشه عاديه من الناحيه الثانيه تشتغل لغايه 220 فولت عادي يعني علشان الدول المختلفه. ومن الناحيه الثانيه عندك المايكرو يو اس بي اللي انت تستخدمه بقى عشان توصله في المسدس وتشحنه. وخلي بالك لازم تستخدم الشاحن اللي بفيشه ده، ما ينفعش توصله في شاحن موبايل مثلا. وبمناسبه الشحن فالبطاريه اللي جوه المسدس ده ساعتها 2600 ملي امبير، بتديك استخدام 25 دقيقه متواصل كده، وبعد ما تخلص ال 25 دقيقه بتحطه في الشحن تاني علشان يتشحن. زي ما انت شايف كده دلوقتي اللمبتين بقى لونهم اخضر، وده معناه ان هو جاهز للاستخدام. تعال نجربه كده مع بعض. لقيت عندي كراسه الوان قديمه كده، تعال نجرب مثلا نحط بقى شمع على الجزء بتاع البطه اللي هنا ده. زي انت شايف هو شمع يعني عادي جدا زي اللي احنا متعودين عليه، مفيش حاجه غريبه. هو بيقول لك يعني بدون ريحه بقى وشويه حاجات كده صحيه اكتر شويه، لكن هو شمع عادي يعني. زي ما انت شايف الشمع هنا كده، نحط عليه الورقه الثانيه دي مثلا عشان نلزقها، سخن بقى وبتاع، وهتلاقيه لزق طبعا زيه زي اي مسدس شمع عادي. وبعد ما تخلص هتدوس تاني على زرار الباور ده كام ثانيه هتلاقيه قفل معاك، وساعتها هتوديه يتشحن. وخلي بالك ده عيب من ضمن العيوب بتاعته، ان انت لازم تحطه في الشاحن يتشحن بعد كده تستخدمه بالبطاريه. ما ينفعش تستخدمه بقى زيه زي العادي كده هو محطوط في فيشه بيتشحن، لازم تستنى ما يتشحن بعد كده تستخدمه. وقبل ما نخش على الاختراع اللي بعده حابب اقول لك ان هو بيجي معاه 20 واحده من صوابع الشمع دول، والصوابع دي ارفع من العاديه شويه. هو المقاسين بيتباعوا في السوق هتلاقيهم، لكن ده الرفيع ما هوش العادي. سعر هذا المسدس اللاسلكي حوالي $30 من امازون امريكا. هسيب لك اللينك بتاع المنتجات دي كلها عموما تحت الفيديو في الوصف بتاعه. نخش في الاختراع اللي بعده. الاختراع اللي بعده بقى غريب شويه، موجود جوه الكيس القماش اللي بيجي فيه ده، والحقيقه هو يمكن يكون اختراع معروف جدا بالنسبه لك لو انت شغال في مجال معين كده زي ما هقول لك، لكن بالنسبه لي كنت دايما يعني بتساءل ازاي بيعملوا الموضوع اللي هقول لك عليه ده لغايه ما اكتشفت المسدس ده اللي بيعمل كده. المسدس ده هو التاج جان. عارف لما بتشوف التيكت اللي بيكون عليه السعر مثلا في هدوم مثلا ولا اي حاجه بتشتريها، التيكت ده بيكون ممسوك عاده في قطعه القماش او اللبس عن طريق التاج جان اللي زي ده، اللي هو بيخلي التيكت متعلق في التيشيرت كده ببلاستيكه، ولما تشتريه تقوم قاطعها وبتاع. هو ده اللي بيثبته. زي ما انت شايف التاج جان بيكون شكله عامل زي المسدس برده الصغير كده، شبه الدباسه برده اللي هي بتشتغل زي المسدس دي، لكن هتلاقي كله مصنوع من البلاستيك، ما هوش بريميوم قوي بصراحه يعني زي اللي قبله. وبعد كده هتلاقي الحبل الاسود ده اللي هو ممسوك من ناحيه في المسدس، والناحيه الثانيه مغطي ابره موجوده الناحيه دي. الابره دي حاده جدا خلي بالك وانت بتستخدمها طبعا. وهتلاقي بقى مجموعه كبيره جدا من البلاستيكات اللي هي بتستخدم عشان تثبت بقى الورقه في القماش. وبمناسبه الابر والبلاستيكات دي فهي بيجي معاها في البوكس بتاعها 6 ابر زياده وحوالي 2000 واحده من البلاستيك اللي هم هنا دول، وهتلاقي الابر موجوده في العلبه دي كده. فتعال اوريك بيشتغل ازاي كده.
عندنا هنا تيشيرت هنا ممكن نستخدمه كعينه، وعندنا الورقه اللي احنا ممكن نتعامل معاها على ان هي التاج اللي هنثبته في التيشيرت. ممكن نكتب على الورقه دي مثلا تيشيرت جامد جدا. دلوقتي احنا عايزين نثبت التاج ده في التيشيرت. هنقوم جايين هنا على التيشيرت مثلا في قفاه ولا حاجه، ونقوم بكل حرص بقى عاملين خرم بالابره في الورقه دي كده، وبعد كده نيجي هنا في قفا التيشيرت نعمل خرم برضو لغايه ما نتاكد ان هو عدى من الناحيه التانيه بتاعت التيشيرت زي ما انت شايف كده، تكون عدت للاخر. وندوس على المسدس، هتلاقي دلوقتي طلع هنا على طول الجزء من البلاستيكه دي من جوه، وتشد البلاستيكه من اخواتها التانيين، هتلاقي الورقه عندك بقت متثبته في التيشيرت بالمنظر ده. الموضوع الحقيقه سهل جدا اكتر مما تتخيل. زي ما قلت لك دي حاجه عمليه جدا لو انت بتشتغل في الملابس او بتبيع اي حاجه عايز تثبت عليها سعر. الحقيقه حتى شفت ناس على السوشيال ميديا بتستخدمه علشان مثلا تقفل مثلا زرار مقطوع ولا تضيق لبس معين او حاجه. انا ما عرفتش اعمل كده قوي، لكن يعني ممكن يكون ليه استخدامات اكتر حتى من الاسعار. سعر هذا المسدس العجيب حوالي $17، تلاقيني سايب لك اللينك بتاعه تحت برضو. ويلا نخش على الاختراع اللي بعده. الاختراع اللي بعده هو هذا المسدس اللي شكله عجيب جدا، والحقيقه المسدس ده انا شخصيا بالنسبه لي بستخدمه مفيد جدا، وده لان انا واحد بيحب التنظيم ويلم الاسلاك مع بعض كده وبتاع، وهفهمك ده بيعمل ايه بالظبط. المسدس ده اسمه كيبل تاي جان، وده باختصار عارف الافيز اللي هو جمعهم افزان يعني، اللي بتستخدمه عشان تجمع اسلاك مع بعض وكده، اللي هم بيكون شكلهم عامل كده وليهم مقاسات مختلفه والوان مختلفه، بتستخدمهم عشان تقفلهم على مجموعه اسلاك كده وتشدهم للاخر، ويفضل الجزء الزياده ده كده طاير في الهواء ولازم تقعد تقصه بمقص، ده لو انت كنت قافل على الاسلاك كويس اصلا. فالمسدس ده بيحل القصه دي، والحقيقه بمنتهى السهوله والسلاسه برضو. ده غير ان برضو الخامات بتاعته بصراحه كويسه جدا، مصنوع من حاجه اسمها كاربون ستيل، فهو محمل كده برضو وتحس ان هي حاجه عليها القيمه. فلو جيت اوريك هو بيشتغل ازاي باختصار، فلنفترض ان انا عندي السلك ده اللي انا عايز المه كده مع بعض من ناحيه واحده كده واقفل عليهم. طبعا عاده هنستخدمهم مع مجموعه اسلاك كتير، لكن يعني عشان التوضيح هوريهم لك في سلك ملفوف. ساعتها هتجيب السلك الملفوف وتدخل الافيز من الناحيه دي، ويا دوبك كده بس تشده حته صغيره. وتعالى نكمل بالمسدس بقى. جبت لك بس خلفيه غامقه كده عشان تبقى شايف الدنيا بدل ما هو ابيض على ابيض. المهم يعني هتدخل طرف الافيز ده من هنا كده وتبتدي تلم، هتلاقيه بيسحب كده، تسحب 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 لغايه ما هتلاقيه شد الافيز جدا على مجموعه الاسلاك دي، يمكن اكتر من لو انت هتشده بايدك. ومع اخر تكه هتلاقيه راح قاطع الجزء الزياده، وبقى عندك السلك ملموم على بعضه بشكل منظم جدا، وما عندكش الجزء الزياده اللي طاير ده، مش مضطر بقى تقعد تقص بمقص ولا حاجه. وبصراحه على قد ما الفكره تبان بسيطه، لكن لو استخدمتها كتير هتحس ان هي عمليه ومفيده جدا. وعلى فكره عشان المقاسات المختلفه من الافزان دي برضو تقدر بالبكره اللي تحت دي تبتدي تلف علشان تغير المقاسات اللي من فوق هنا عشان تقدر تستخدمه مع افيز اكبر او اصغر في الحجم. سعر هذا المسدس العجيب حوالي $16، هسيب لك برضو اللينك تحت. وخلينا ننتقل لاخر اختراع معانا النهارده. رابع مسدس معانا هو اللي موجود جوه هذه الشنطه، والحقيقه برضو ده مسدس عملي جدا بستخدمه مؤخرا بقالي فتره. المسدس ده زي ما انت شايف حاجه يعني شكلها عجيب شويه كده، وبيجي معاها مجموعه كبيره جدا من الاكسسوارات اللي انت بتركبها على المسدس ده من قدام. المسدس ده اسمه كومبريست اير داستر، وهو باختصار حاجه بتطلع هواء بسرعه جدا عشان تنظف التراب اللي عندك في اي حاجه، سواء بقى في كيبورد بتاعك، في فلتر التكييف، في اي معدات او حاجات عايز تنظفها من التراب. ده حل عملي جدا بصراحه. مبدئيا لو جيت تبص على المسدس ده هتلاقيه برضو مصنوع كله من البلاستيك، لكن خامات محترمه برضو وبريميوم. وهتلاقي عندك هنا المروحه اللي بتلف علشان تشفط الهواء، وتحتها على طول هتلاقي فتحه اليو اس بي سي اللي انت بتستخدمها علشان تشحن الجهاز ده، وده عشان الجهاز ده بيشتغل ببطاريه داخليه مساحتها 7600 ملي امبير، وتقدر تشحنه طبعا بكابل اليو اس بي اللي بيجي معاه. ولو لفيته من الناحيه الثانيه هتلاقي الزرار اللي انت بتستخدمه عشان تبتدي تشغله، وهنا لمبه بتنور اول ما بيشتغل. والبق بتاع المسدس ده بقى زي ما انت شايف بيتركب عليه كده اكسسوارات كتير جدا، اهمهم من وجهه نظري هو البق اللي بينتهي بفرشه في الاخر ده، لان بيبقى عملي جدا انك تنظف بيه التراب، وفي نفس الوقت بيطلع هواء جامد، فتقدر تستخدم الاثنين كده عشان تنظف كويس. فلو جينا ندوس على الزرار ده 3 ثواني كده، ده كده ودي اقل سرعه. لو دوسنا دوسه كمان ودوسه كمان، زي ما انت شايف قوته عاليه جدا وهتساعدك في تنظيف التراب. السرعه الثالثه دي بتوصل لغايه 91,000 لفه في الدقيقه للموتور اللي موجود جوه. وبصراحه انا بشوفه حل عملي جدا لو عايز تنظف التراب مثلا من حاجه زي مثلا كاميرا كده، او يعني اي جهاز عندك مطرب. الموضوع بصراحه لطيف جدا. بيجي معاه فرش كمان صغيره لو عايز يعني تساعد في التنظيف مع الهواء برضو بالفرش دي. وجنب الفرش هتلاقي فيه برضو اطراف تانية باشكال مختلفه، بما فيهم حتى الشكل ده اللي انت ممكن تستخدمه عشان تنفخ كوره او عوامه مثلا. سعر الاختراع ده حوالي $50،
برضه هسيب لك اللينك تحت. وبكده ابقى خلصت كل الرغي معاك في شويه اختراعات شبه المسدسات لكن ليها استخدامات تانية مفيده جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. ما تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه وستوريز لحياتي اليوميه. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب انك تشوفها اكتبها لي كلها في الكومنت وانا هقرا الكومنتات كلها. واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.